أنا عايزك تتعامل مع الأشخاص اللي بيتكلموا في ظهرك على أساس إن كلماتهم اللي بيتكلموها عنك ما هي إلا انعكاس لما في داخلهم، لا ما بداخلك أنت. فأنت يا صديقي لا يمكنك أن تختار ما يقوله الآخرون عنك، لكنك بإمكانك أن تختار الطريقة التي ترغب بها في التعامل مع هذا الأمر، وهو كلام الناس عنك وفي غيابك وفي ظهرك. باختصار عايز أقول لحضرتك يجب أن تتعامل مع النميمة على أنها شيء فعله الشخص لنفسه ولم يفعله لك أنت، فهو تعبير عن ما بداخله ليس عما بداخلك أنت. دمتم طيبين وبخير وفي أحسن حال وموفقين بإذن الرحمن.